السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج ترند الميديا. الحقيقة النهاردة معانا فنان قدر يوازن بين مهنته الهندسية وبين شغفه لعالم الفن والإبداع. هو شخصية مثيرة للاهتمام، والحقيقة الفترة اللي فاتت أثار ثورة في عالم الفنية الناجحة وترك بصمة كبيرة في عالم الفن. يسعدني النهاردة طبعا استضافته وتحاور معه عن تجربته الفريدة والتحول الكبير الذي حدث في حياته عن تجربته الفنية وأحدث أعماله. معانا النهاردة الفنان الكبير القدير الأستاذ محمد صلاح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، يعني أنا متشكر جدا على المقدمة الجامدة القوية جدا اللي يعني أتمنى أكون أستحق جزء منها يعني. وسعيد بوجودي معاك يا رقية، وأنت حد جميل وإعلامية جميلة، فأنا أكيد مبسوط إن أنا أكون موجود معاكم في النهاردة في برنامج ترند ميديا. احنا عايزين نعرف منك بقى النهارده ازاي قدرت توازن بين مهنتك الهندسيه وبين انك بقيت ممثل. هي طبعا هي فكره ان انا ممكن واحد يجي يدخل في مجال زي مجال التمثيل. في بعض الناس بتنسى وظيفتها الاساسيه او مهنتها الاساسيه او مجال دراسته الاساسي، بس انا الحقيقه حاولت ان انا اعمل التوازن ده عشان خاطر اكيد انا عمري ما هقدر انسى مجالي الحقيقي اللي هو مجال كليه فنون تطبيقيه ودراستي، وان انا مهندس اصلا في كليه في اخبار اليوم، فبالتالي ده مجال اللي انا بعتز بيه جدا بوجودي لان ده بدايتي واساسي. انما كمجال الفن ده انا بعتبره جزء من الهوايه اللي بدات فيها كهوايه، انما دخلت فيها الاحتراف بعد كده لما بدات اشعر بان في قبول وفي فكره ان بدات احس بقبول من سواء من المخرجين او من الجمهور، يعني حبيت بعد كده ان انا استمر واعمل التوازن ده ما بين المجال ده والمجال ده. ربنا يوفقك دايما. الله يخليك. قول لي بقى ايه شجعك انك تدخل مجال التمثيل؟ مش عايز اقول لي يعني هو في حاجتين هم اللي شجعوني بصراحه. اول حاجه ان انا كنت جات فتره كده من الفترات بدات اللي هي عارفه انت اللي هو برامج السوشيال ميديا اللي هي زي تيك توك والحاجات اللي ايوه بصراحه في الفتره دي بدات ان انا اعمل حاجات كده فاني بشكل فاني مع ابني مع اصحابي مع مش عارف ايه، فلقيت بعض اصدقاء ليا بيقولوا لي لا ده انت حلو جدا وادائك حلو قوي، يعني يا ريت تكمل في مجال التمثيل. فانا خدت الجمله، ما خدتهاش جمله عابره، خدتها جمله ايه مهمه. الهدف الثاني من اسباب ان انا دخلت مجال التمثيل هو ان انا عايز اسيب ذكرى حلوه ليا تستمر لفترات سنين طويله. كتير من الممثلين ممكن يدخل المجال ما يسيبش اثر، وفي من الناس اللي ممكن تسيب اثر وتسيب حب الناس جواها ويفضل اعمالهم شغاله لسنين طويله حتى بعد موتهم، انما بيفضل الناس فاكراهم ومتذكراهم. فانا اتمنى اكون اسيب بصمه حلوه وبصمه ايجابيه. اكيد ان شاء الله، اكيد تسيب بصمه حلوه. بالاخص بقى في رمضان ظهرت علينا في عده اعمال كده، تقدر تكلمنا عنها؟ في عده اعمال قويه كده دخلت علينا مره واحده بقى في رمضان، عايزين نعرفها بقى. هو الحمد لله السنه دي رمضان كان يعني رمضان كريم عليا فعلا الحمد لله، يعني ربنا طبعا هو كان سبب رئيسي في هذا الكرم. يعني ان انا شاركت في اكتر من عمل، كان منهم مسلسل المداح الجزء الخامس مع النجم حماده هلال، اخراج الاستاذ احمد سمير عبد القادر. طبعا كان من الاعمال المهمه قوي اللي انا بعتبرها من الاعمال اللي يعني الرئيسيه والمميزه اللي انا قمت بيها. شخصيه جديده، شخصيه رجل شيخ عرب بشخصيه بدويه بيتكلم بشكل بدوي زي قديم بدوي، مع حماده هلال نفسه النجم المباشر في لقاء مباشر بيني وبينه، فبالتالي كانت في سمات كتير حلوه كانت مخلياني ان انا مستمتع جدا ان اعمل حلقه زي دي. ثانيا مسلسل مداح مسلسل ليه مشاهدات عاليه طبعاً جدا وليه قبول عند الناس بشكل كبير. يعني صحيح اتاخد عايزين نعرف ان هو في جزء سادس صحيح ولا ده اشاعه؟ لا هو لغايه دلوقتي هم قالوا ان هو لغايه دلوقتي ما فيش، وهو السنه اللي فاتت كان قالوا ان ما فيش جزء خامس بس عملوا يعني كانوا قالوا ما فيش خامس ومع ذلك عملوا، فبالتالي هم بيقولوا دلوقتي ان ما فيش الا الجزء الايه الخامس بس. فانا اعتقد ان هم هيقفلوا على الخامس اعتقد يعني. كلمنا بقى عن باقي الادوار اللي قمت بيها في محمد هنيدي شاركت كمان في عدة أعمال كده، كلمنا عنها. الحمد لله السنة دي شاركت كمان في مسلسل الكابتن مع أكرم حسني ومع الفنانة آية سماحة. طبعا كان مسلسل إخراج أستاذ معتز التوني، مسلسل كوميدي جدا طبعا تحفة جميل. يعني أنا شخصيا بحب أقعد أستمتع بإن أنا أتفرج على المسلسل ده حتى في أوقات فراغي، يعني أي وقت أحب كده إن أنا شغال وأتفرج عليه. فكنت أنا قايم فيه بدور مأذون، وده كان كاركتر جديد أول مرة أقوم بيه. وكان من الادوار الكويسه اللي انا قمت بيها لان ده دور كوميدي. انا دايما بحس نفسي اكتر في الادوار الكوميديه والشر، يعني حاجتين متناقضين، بس انا اتمنى ان انا اوصل لكاركتر اللي هو يعمل كوميدي شراني او شراني كوميدي. يعني دي لو قدرت اوصل لها اكيد هتكون حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي، وانا بسعى للحته دي بشكل قوي.
فكان بالنسبه لي الدور كوميدي مع استاذ مخرج كبير زي استاذ معتز التوني، فكان طبعا اكيد حاجه اضافه ليا قويه، ومع استاذ اكرم حسني كمان كممثل كوميديان خطير يعني. وكان بقى في اداء تلقائي كده ومواقف كوميديه حصلت اثناء الدور كمأذون، فكان مسلسل جميل يعني، استمتعت جدا بيه. قمت ب5 اعمال تقريبا. شاركت برضو تاني في مسلسل شهاده معامله اطفال، مم. كان مع الفنان النجم محمد هنيدي، ايوه. ومع الاستاذ دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين. طبعا كان لقاء، انا هنا مع اللقاء العمالقه يعني، او عملاق الممثلين كلهم دكتور اشرف زكي، وعملاق الكوميديا اللي هو خرج جيل كبير جدا من الممثلين زي الفنان اللي هو الفنان محمد هنيدي. فبالتالي كان بالنسبه لي حاجه كنت مستبشر بيها جدا خير، لان حاسس ان دي كانت بالنسبه لي هتبقى اضافه قويه مع نجم كبير ومع كمان نقيب الممثلين، يعني حاجه اي فنان يحب ان هو يقف في المكان ده مع نجوم زي دي. بالنسبه لفهد البطل بقى، فهد البطل دي تاني لقاء كان تم بيني وبين الاستاذ احمد العوضي. السنه اللي فاتت شاركت معاه في مسلسل حق عرب، والسنه دي شاركت معاه في فهد البطل. اتمنى دايما يكون ليا تواجد معاه في كل الاعمال اللي جايه. طبعا المسلسل تاليف محمود حمدان واخراج الاستاذ محمد عبد السلام. فكان بالنسبه لي كان مسلسل برضو كوجود في مسلسل ذو شعبيه عاليه ومشاهدات عاليه زي مسلسل فهد البطل اضافه قويه ليا اكيد طبعا يعني، واكيد كنت مستمتع جدا ان انا اشتغل معاه، واتمنى اشتغل معاه تاني وثالث يعني ان شاء الله. هو نموذج من الفنانين المحترمين على فكره، رغم ان هو بيقوم بادوار فيها اللي هي ابن الشارع او ابن الحاره او اللي هو البطل الشعبي، انما بطل شعبي محترم يعني. شايفه في النهايه حد بيتكلم بمنطق ولهجه وطريقه، ابن بلد تحب انك تكون زيه وتحب انك انت تشوف في كل مكان. فانا شايف ان النموذج ده نموذج حلو قوي، يا ريت يبقى ممثلين كتير يقتدوا بيه، بدل الاتجاه للادوار اللي هي دايما بتحرض على العنف او المخدرات او يعني الحاجات اللي هي بمناسبه انك ذكرت ادوار تحرض على العنف والحاجات دي، ايه رايك بقى في حفله محمد رمضان الاخيره واللوك اللي ظهر بيه؟ انت بتحرجيني بالسؤال ده. استخدم مني تصريح ولا ايه؟ استخدم تصريح. لا بص هقول لك على حاجه. طبعا هو يعني مع احترامنا ليه كفنان وليه تواجد، طبعا اكيد ما نقدرش ننكر ادواره، بس اكيد انت بتمثل الشعب المصري، بتمثل طبعاً الثقافه المصريه، بتمثل الفن المصري اكيد. ولو احنا بنتكلم عن الحضاره الفرعونيه فده برضو مش الزي الفرعوني يعني، معلش مع احترامنا للملوك الفراعنه والشخصيات اللي كانت موجوده، اكيد عمرهم ما كانوا يظهروا بالمظهر ده. الملك ده ملك يعني، برضو له برستيج وله شكله، ما ينفعش يطلع ان هو يتحرك او يرقص برأس يعني اقرب اقرب يعني، مش عايز اقول بقى، انتوا اكيد مفهوم الكلام، انما اللي انا اقصده في كلامي ده ممكن يعني ظهور غير لائق، انا بعتبره ظهور غير لائق وظهور غير مستحب، واتمنى ان هو يراجع نفسه فيها، لان انت هو يعني عايز اقول له ان انت بتمثل مصر، بتمثل الفنانين المصريين كلهم. عايز اقول لك ان انا سمعت بعض الاراء السلبيه كتير من ناس، سخريه كمان، سخريه طبعا. ده غير ان في سخريه في الوطن العربي من ان احنا ممكن تتوجه سلبيات للمصريين اصلا بسبب حاجه زي كده طبعا. يعني انت ممكن تكون سبب في مشكله لناس كتير تتعرض لتنمر او سلبيات بسبب موقف زي ده. فانا اتمنى ان هو يراجع نفسه، واعتقد ان هو راجع نفسه، لان هو انا عرفت ان هو نزل فيديو بيحاول فيه ان هو يوضح او يعتذر للناس. فان شاء الله نتمنى انه يكون يعني يستمر كاضافه للفن وما يبقاش نقطه سلبيه، هو حد كويس بس يستمر بشكل ايجابي يعني. ان شاء الله. قول لي بقى، لو في شخصيه فنيه ممكن توجه ليها سؤال، هتوجه لمين وهتقول له ايه؟ شخصيه فنيه؟ ايوه. هقول لك ممكن اختار استاذ اشرف زكي نقيب الممثلين. اشمعنى؟ اولا هو نعم اذكر لنا سبب يعني. ما انا هقول هعترف. لا هو اولا حد طبعا شخصيه جميله جدا وودود جدا، واحنا عارفين ان هو حد بيخدم كل اللي جوه الوسط الفني واللي بره الوسط الفني. بصراحه حد ودود جدا لكل من هو داخل مجال التمثيل او بره كمان يعني. بس اللي انا كنت عايز اقوله ان احنا لازم نعمل تيسيرات او تسهيلات للناس اللي هي مش يعني ممكن تكون ما حالفهمش الحظ او ما اكتشفش موهبته وهو صغير. ممكن واحد يبدا يكتشف نفسه او يكتشف ايه اللي جواه بعد فتره طويله من الوقت. طب هل لو هو طلعت عنده موهبه او كاريزما او شيء معين جواه، خلاص ما يقدرش ان هو يظهرها لمجرد ان هو ما كانش جوه عضو في النقابه او ان هو خريج معهد فنون مسرحيه؟ لا احنا لازم نحط البدائل وتيسير البدائل دي، لان الناس انت في النهايه بتتكلم عن موهبه وفن، مش بنتكلم عن مجال شغل. احنا بنتكلم هو بيدخل في مجال الاحتراف بس هو اساسه الموهبه والفن.
فبالتالي لازم يبقى في تيسيرات وتسهيلات للانضمام للنقابه بشكل اصح، وتيسيرات ان انت تدي اللي عنده الموهبه وعايز ينميها او ان هو يعمل ليها صقل، ان هو انت تحاول تساعده وان انت تديله الصلاحيه دي. كان في وقت من الاوقات في ورش خاصه بنقابه الممثلين بتعملها عشان تساعد فيها ذوي المواهب دي. الورش دي وقفت بقى لها فتره طويله، ومش صراحه مش لاقي لها تفسير ايه سبب وقوفها، انما اتمنى انها ترجع مره ثانيه، وانا بناشده من خلال البودكاست هنا ومن خلال البرنامج ان احنا نسعى لتفعيل ورش التمثيل، ونسعى لايجاد تيسيرات وتسهيلات لغير النقابيين او الناس اللي عندهم مواهب في مجال الفن والتمثيل، ان هم ازاي ينضموا للنقابه وازاي يظهروا موهبتهم دي من خلال ورش رسميه زي ورشه النقابه بتاعت نقابه الممثلين يعني. لو حبيت اسال الفنان محمد صلاح، مين مثلك الاعلى من الممثلين الحاليين او القدامى، ومين اللي انت بتحس ان هو شبهك؟ ترد تقول ايه بقى؟ على فكره عاجبني اول اسئله بص هقول لك على حاجه. في اولا انا بحس في 3 فنانين انا بحبهم جدا، عايزين نعرفهم بقى. يعني هقول لك خالد صالح، تمام، ماجد المصري، حلو. في واحد تالت بس انا مش جاي ماجد، بس هو يعني لو جيت بالي هقول لك عليه، بس انا بحب جدا ماجد المصري وخالد صالح، بحس ان هم فنانين تقال جدا، جمال جدا، ادائهم فيه كاريزما وتأني كده، في يعني تحس ان انت بتتكلم بتتعامل مع معلم في التمثيل بصراحه يعني. بستمتع جدا بمشاهدتهم يعني. اكتر واحد الثالث لو افتكرته هقول لك عليه. اكتر واحد فيهم بقى بتحس انه شبهك مين؟ ممكن احب ان اكون خالد صالح. خالد صالح. ايه الدور بقى اللي نفسك تقوم بيه؟ ما انا قلت بقى من شويه ان انا اتمنى ان انا اعمل كوميديا الشر او شر الكوميديا، يعني حاجه كده زي عادل ادهم او زي النماذج اللي هي قامت بالادوار اللي فيها حته شر في نفس الوقت تتقبل منه كوميديا وتضحك وانت مستمتع جدا بادائه. فاتمنى ان انا اوصل لده وان انا اتحط في الخانه اللي زي دي. يعني ممكن تكون الواحد طبعا طول ما انت شغال بتحاول انك انت تكتشف نفسك اكتر وبتنمي موهبتك، اكيد كلنا بنسعى لده، بس ان شاء الله مع الوقت دايما بتلاقي في حد ممكن يلمس فيك حاجه ويبدا ان هو يشوفها فيك ويبدا ينميها معاك، فدي بتبقى حاجه بقى بتاعت ربنا، اتمنى ان ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. عايزين نعرف بقى الاعمالك القادمه ان شاء الله اللي هتقوم بيها. بصي هو انا في الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله، احنا حاليا دلوقتي بصور في مسلسل. انا عارفه ان انت حضرتك بتصور فعلا. في مسلسل بصور فيه حاليا في الوقت الحالي اسمه مسلسل مشتهى، بطوله الفنانه درة التونسيه. تقريبا ده كان عاملين عنه اعلان، انا شفت عنه اعلان. هو كان المفروض ينزل في رمضان. أيوة. كان المفروض وكان بداوا فيه تصوير فعلا في رمضان، انما اللي حصل بعد كده ان اتوقف التصوير شويه وقال ان هو هيتاجل نزول العمل، ممكن في خلال شهور قليله جدا تلاقي ينزل العمل ده يتذاع مره ثانيه. فانا حاليا بنكمل تصويره. هو طبعا بطوله الفنانه درة التونسيه والفنان محمد لطفي والفنانه تيسير عبد العزيز وانا فان شاء الله يكون طبعا يعني ليه دور طبعا صغير بس الحمد لله كويس. ومسلسل باخراج استاذ باهر رشاد، عايز اوجه ليه شكر قوي جدا جدا لانه حد محترم قوي فوق ما تتخيلي يعني، من ناحيه الادب والاحترام والالتزام والطاقه الايجابيه اللي بيديها للناس اللي شغاله معاه بكلامه الايجابي والدعم النفسي والمعنوي اللي بيقدمه اثناء التصوير. فبجد حد من الناس اللي انا بعتز بيهم جدا واللي احب اشتغل معاهم كتير. قبل نهايه حلقتنا بقى تحب تقول ايه لجمهورك؟ احب اقول اني اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم يعني، وان انا اقدر ان انا اكون في الاعمال اللي جايه اقدر احقق فيها كل اللي انا بتمناه وبحلم بيه، واللي هو اتمنى كمان ان هو يكون يرضيكم ويرضي كل الجمهور اللي هو بيكون بيحبني يعني واللي متابعني، واللي اتمنى ان هو يزيد ويزيد على طول الوقت يعني. الحقيقه انا كان نفسي يكون وقت البرنامج اطول من كده لان الحوار معاك شيق جدا ويعني ما شاء الله يعني اللهم بارك، حضرتك انسان متالق ومتميز جدا. ان شاء الله لينا حلقات كتيره مع بعض باذن الله الفتره اللي جايه. فانا بشكرك جدا على استضافتك النهارده، نورتنا ونورت برنامج ترند الميديا. لا ده انا اتشرفت بيكم وسعيد جدا بوجودي وياكم، وسعيد باستاذ صالح حد جميل وحد محترم، واتمنى ان شاء الله دايما التوفيق والنجاح ليكم في برنامج ترند ميديا وبوابه حكايات مصريه، وان شاء الله دايما كده بالتالق من نجاح لنجاح باذن الله. شكرا جدا. شكرا جدا لكم متابعينا برنامج ترند الميديا، انتظرونا في حلقات جديده.